يقول النبي: قمت ذاك اليوم فرأيت في المنام، صلى الفجر والتفت على الصحابة قال: رأيت في المنام كأني بقصر عظيم في الجنة. الرسول يقول: شفت في المنام اني داخل الجنة ومررت على قصر كبير. شوفوا لاحظوا، ابغاكم تنتبهون. يقول: فقلت للملائكة: أهذا لي من جمال القصر؟ يقول الرسول: هذا القصر قصري؟ الرسول يقوله. قالوا: لا يا رسول الله، إنما قصرك أعظم من هذا. يقول: فإذا بجوار القصر جارية حرمة من حوريات الجميلات. قلت: قصر من هذا؟ قالوا: هذا قصر عمر بن الخطاب. يقول: فصددت بوجهي، ما ابغى اشوف الجارية. قال عمر: لما يا رسول، ليش لفيت بوجهك؟ قال: خشيت ان ارى الجارية وانا اعرف غيرتك يا عمر تغار على النساء. قال: او منك اغار يا رسول الله؟ القصر شافه الرسول في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرة رأيت رجلا يتوضأ بجوار القصر في الجنة، وهذا الرجل فوليت. يقول: رأيت رجلا في الجنة يتوضأ عليه الصلاة والسلام، او رأى الجارية تتوضأ بجانب القصر في القصة الاولى. ثم قال رضي الله عنه: رأيت في المنام ان الناس يعرضون علي. بوقف وقفة بسيطة. انت يا اخوي ابو غربي، وانت يا ابو فهد، وانت يا راجح، وانتم جميعا، ومن يشاهدني، تخيل الان انك تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. اسألكم بالله، تخيلوا هاللحظة. تخيل الان يوم القيامة وانت جاي باسمك، انت يا بدر المشاري، وانت اللي تشاهديني الان واقف امام الرسول. يقول: رأيت الناس يعرضون علي واحد واحد وعليهم قمص، كل واحد لابس قميص. وش شكله يا رسول الله؟ قال: فمنهم من يصل الى ثدييه، قميص ما حتى غطى بطنه، ومنهم من يرتقي اعلى من ذلك، ومنهم بس عند رقبته زي الزرار، ومنهم من يأتي عريانا. يقول: فإذا بعمر ناظر، فإذا به يلبس قميصا يجره خلفه، عليه قميص مساتره مغطيه عمر. يقول الصحابة: فبما أولت ذلك يا رسول الله؟ نبغى نعرف التأويل. قال: أولت القميص بالدين. عمر دينه كبير، دينه كثير، إيمانه بالله قوي. والرسول يقول: يأتي يوم القيامة من يلبس القميص إلى الثدي هنا، ومنهم من أقل من ذلك، ومنهم من يأتي عريان. يا رجل أسألك بالله، وأنت وأنا لو تقف الآن تقضي حاجتك أكرمك الله، ويفتح عليك أحد الحمام قمت فزيت، ما تبغى أحد يشوف عورتك، كيف يوم القيامة يقف الإنسان عريان ما في شيء يغطيك؟ اللي يسترك الدين. ولذلك قال الله: ولباس التقوى ذلك خير. اللباس هذا الثوب يسترك في الدنيا، والتقوى لباسك في الآخرة تسترك يوم القيامة. من كثرت تقواه وإيمانه جاءته اللباس والقميص اللي يستره يوم القيامة. طيب اللي تكشفت وتعرت والتي نطلت الحجاب أصلا في الدنيا ولا في طاعة ولا إيمان، كيف سيكون حالها؟ ولذلك المؤمن العاقل اللي يلبس اللباس الحقيقي هنا بالإيمان والعمل الصالح وبما يرضي الله. أول النبي عليه الصلاة والسلام القميص بالدين الذي يجر خلف عمر. ولذلك النبي قال لعلي، قال لعمر: يا عمر إني لأحسبك أن الله يجري الحق على قلبك وعلى لسانك يا عمر، فأنت فاروق يفرق بين الحق والباطل. يقول حذيفة، وأختم، حذيفة بن اليمان. حذيفة كان أمين السر حق النبي، لكن وش ائتمنه عليه الرسول؟ ما تدرون، ائتمنه على أحاديث الفتنة. كل شيء بيصير في الأرض علم بحذيفة. قال: يا حذيفة اسمع مني، وإذا مت قل ذلك للناس. لذلك تجدون في البخاري وفي مسلم في كل كتب الحديث أغلب من يروي أحاديث الفتن هو حذيفة. قال: فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة عمر جمعنا عمر وقال: يا حذيفة حدثنا بما كان يستأمنك رسول الله عن الفتن في آخر الزمان. يقول: فقلت له: فتنة الرجل في بيته، فتنة الرجل في أهله. عندنا فتن تفتنك حرمتك، يفتنك ولدك، يفتنك المال والبنون. وذكر الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال له عمر: لا 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 لا، ما عن هذا سألتك، فهذا يكفرها الصلاة وتكفرها الصدقة وتكفرها الصيام والطاعة. ما سألتك عن هذه، سألتك عن فتنة تموج في الناس ويحتار العاقل واللبيب. يقول عمر، يقول حذيفة: فخفت أن أقول كلاما يؤذيه، قلت: يا أمير المؤمنين ما شأنك وشأن الفتنة؟ يعني وش تبغى بالفتنة؟ أنت تموت قبلها. شلون تموت قبلها؟ يقول عمر رضي الله عنه: